السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. جايين نفتح على باكج حماية الدوري الأسباني بقيادة الأسطورة رافائيل فاران اللي أول مرة ينزلوا إيبك في اللعبة. بس قبل ما نبدأ الفيديو كده صلى على النبي واذكروا الله وعمل لايك وفولو. رمضان كريم عليكم يا رجالة، وده أول تفتيح في رمضان وما كنتش ناوي أفتح والله، ولكن قلت ما فوتش الأسطورة فاران. وأنتوا متابعين معانا في فيديوهات التفتيح الباكجات كلها بيطلع لي فيها إيبكات. هل تستمر سلسلة الإيبكات؟ ده هايلايت. طب ليه؟ طيب ما عندك ماركيزو يا عم وهايلايت محترم، ما قلناش حاجة، بس هي بتنزل هايلايتات تعبانة. تقول يا عم انت هتقضيها ميات كده؟ لا يا عم، احنا ان شاء الله شارين 900 كده في اخر فتحة، بس احنا هنجربه بالميات لعل وعسى يطلع حد. بس لا بجد، الميات بنيات بتجيب اكتر من 900 معايا بصراحة ربنا. الحمد لله 900 بقت بتجيب معايا شوية في الاخر فترة يا رب بقى، يا رب ما نجيبوش ل 900 كوين، عشان احنا لو جالنا حد من 100 كوين هنفرض 900 كوين لباكج تاني. يلا افتح ال 100 كوين يا رب بسم الله. ما فيهاش حد يا جدعان يعني ابيض. هل ممكن تيجي؟ انا والله متفائل ان شاء الله تكمل وتكون تفتيح فخم 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 بقى. انا عايز مثلا ماركيزو وفاران، ابعد بقى عن الواد التالت ده ال بي، لانه تقريبا هينزل مجاني. شكلها فيها فاران، انا حاسس ان فيها فاران. تخيل ان فيها فاران، ده في المش في فاران الكلام ده. وازاي يا جماعه؟ هو ماركيزو نزل امتى والواد القلبي نزل امتى؟ انا والله العظيم مش فاكر ان انا شفتهم قبل كده الباكجات، يعني اول مره اشوفهم في الباكج ده. مين ده؟ مش فاران والله، كنت بحسبه فاران يا عم. الدنيا صيام بقى، كونامي بقى كريمين، حرام عليكي، احنا قرفانين من نفسنا خلقه، ما تعرفناش فيك انت كمان. انت شايفه ان انت بتديني ابجات كتير، ولكن يعني خلاها يا عم اديني كمان، يعني مش هيخسر حاجه. انت بتبقى قد كده من الناس المغفلين اللي بتشحن، اثبت لهم بقى انها مش بالشحن يا كونامي بقى. يعني اخر فيديو انا منزله طلعلي فيها تقريبا 3 ايبكات، منهم 2 بيليه وواحد واحد اللي هو مولر، فمن غير ما اشحن، فايه مش بالشحن يا جدعان؟ ايه الكلمة؟ خد بالك انها لسه احنا في الميات، لسه ما دخلناش على 900 على الجد، فايه خد بالك. صلى على النبي واذكر الله واعمل لايك وفولو. ف يطلع لنا بقى ايبك كونامي، ايبك كونامي يا كونامي، ايبك يا كونامي 5 نجوم 78. طب انت عايز تنرفزيني يا كونامي بقى؟ بص لنص كوبايه مليان يا عم، ما تفكرناش بالمية يا عم، احنا صايمين. انا عايز فاران، فانت لو طلعتيلي حد هاتيلي فاران. عشان ايه؟ فاران مش فاران بيلبس مخطط، فاران ما بيلبسش مخطط. انا عارف ان يكون مستغربني، ولكن اصبر لسه الايبك فاران مش فاران. يعني تخيل دي لو كان ابيض، اللي هو الخطوط اللي بتاعت الارقام دي كانت ابيض، كان فاران كانت تبقى حلوه. كيكي صلاص ليه يا عم؟ كيكي صلاص ليه؟ جينا ل 900 كوين. هل بقى هتبقى المرة تقريبا الخامسة على التوالي ولا الرابعة على التوالي طلعنا فيها إيبكاية من 900 ولا إيه؟ يا ترى إيه؟ يلا بينا نشوف. بس خد مني الثغرة دي علشان تبقى داخل منك لاعب على الأقل. الثغرة دي ثغرة ممتازة ممتازة ممتازة، أنصح الجميع بتجربتها. واسمعوني، أنا ملك الثغرة. في الثغرة الفيديو اللي فات طلعت لنا بليه، الفيديو ده بقى هل هيطلع لنا فاران ولا هيطلع لنا بلح ولا ايه؟ ايبك الولد الاربي أر... 2 ولا ده هيشاور على حد؟ هيشاور يا ريت كان 2 والله. يا رب فاران، يا رب فاران بقى، يا رب. برشلونة مين؟ مركزه ده ولا الاربي؟ ماركيزيو. حلوة يا عم، حلوة جميل. مرة مش عارف كام على التوالي يطلع لنا إبكاية. يعني ايه يا جدعان؟ ايه الجمال ده يا جدعان؟ هتقول لي يا عم انت مالك كده ردة فعلك كأنك بيطلع لك ايه بكل ما انا بيطلع لي ايه كل اسبوع عادي، مش متعودين على الحاجات دي. ما شاء الله اللهم بارك، يا رب ديمها نعمة. طور الاسطورة ماركيزيو كده لليفل ماس، كان يا نفسي فران والله، ولكن الحمد لله طلع لنا حد وخلاص يعني. شيت داون جميل. يا ترى بتوصل كام يا معلم ماركيزيو؟ نزله مكان الواد ماشي. 106 جميل، انزله مكان ده. طبعا مش عارف ده بيلعب باسلوب ايه الصراحة. المعلم ماركيزيو بيلد اب ب 184 سم، 26 سنة، مكسيكي الجنسية، وبيلعب بمركز الدي ام اف كمان، وطاقاته
يعني بساطته ما ينفعش يلعب DM الصراحة، والrating بتاعه 80 يعني مش أحسن حاجة. طاقاته الدفاعية جامدة، جامدة جدًا، وسرعته كويسة، وعنده الjumping 91 physics 92 والbalance 73 كويس. هو بس عيبه الheading كون إنه نازل بمَرّة واحدة دي الصراحة مش حلوة أوي، يعني ليه؟ يعني ماركيزيو ينزل بمَرّة واحدة والLB ال104 نازل بمَرّتين، مش عارف بقى بيحسبوها إزاي، حظ جامد كالمعتاد. بس لقد تضرب في فاران يا جدع لو تضرب في فاران. الله! الباك ده نازل إمتى يا جدعان؟ ده تقريبًا نازل ما معاكش فاران. بس الباك ما فيهوش غير الواد الأردبيل وبس بتاع السيتي، يعني ما يستاهلش أفتح عليه ال100 كوين. باك العقد ده أنا هاجيب منه في الباك في الحساب ده ليه كانجين، يعني الصراحة هو شبه نيمار بالضبط ولكن من غير البليدز، فممكن نستغنى عن البليدز. يعني بليدز نيمار تقريبًا مش أحسن حاجة برضه، وممكن اعتمادك على البليدز يخسرك الماتش على فكرة، يعني لو أنت معلق على بليدز ممكن تضيّع منك فرص ممكن كنت تعملها من غير البليدز. معانا 4 فتحات على باكج راؤول يعني ما لهمش لازمة، افتحهم كده highlight يا جدعان، ده الحظ فاجر بقى كده في كل الباكجات. دي ماركو ده بقى أنا أفتحه في ال100 كوين دي على باكج أنا مش عارف أفتح على مين. الدون يعني الباكج فيه مثلًا قُل روديجير والدون بس، ولويس دياز ماشي، فبالله عليك ما تخلّينيش أندم أصرف مش ما فيش مش دون. مين، مين أسباني مين؟ داني أولمو. ممكن أطوّرك وأجرّبك يا عم، كان نفسي في الدون يا عم حرام عليك. ودي التشكيلة النهائية يا جدعان بعد ما جبنا اللعبة وفتحنا الباكجات. الحساب ده كنت عامله عشان خُلِط، كنت بادئ بيه بالصفر عشان خُلِط. زي ما أنتم شايفين التشكيلة، والتشكيلة ما بالعبش بيها كتير الصراحة. قولوا رأيكم في التشكيلة في الكومنتات. بس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتذكروا الله، وأشوفكم الفيديو الجاي.